أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت مساء الجمعة من توقيف شاب يبلغ من العمر 28 سنة لانشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالعنف والتشهير والتحريض على الكراهية. وأوضح بلاغ للمديرية أن مصالح اليقظة المعلوماتية رصدت شريط فيديو متداولا على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه المشتبه به وهو يوجه السب والشتم ويمارس العنف في حق مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بأحد شوارع مدينة الدار البيضاء مع التحريض على الكراهية. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية مكنت من تحديد هوية الضحية والاستماع إلى إفادته قبل أن تقود إلى تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز سلاحين أبيضين وقناع يخفي المعطيات التشخيصية، إضافة إلى كمية من مخدر الشيرة وهاتفين محمولين. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل كشف جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الإجرامية.